بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن مدة الحبس الاحتياطي. اقصى مدة للحبس الاحتياطي ايه؟ مين اللي من سلطاته يدي امر بالحبس الاحتياطي؟ مين اللي من سلطاته يدي امر باستمرار الحبس الاحتياطي؟ قبل ما اتكلم في الحبس الاحتياطي لازم اتكلم الاول ايه هي السلطة اللي بتصدر امر الحبس الاحتياطي وقرارات مد الحبس الاحتياطي او استمرار الحبس الاحتياطي. اول جهة تملك سلطة اصدار الحبس الاحتياطي هي النيابة العامة، وفي حالات نادرة جدا قاضي التحقيق. ومش مجالنا النهارده ان احنا نتكلم عن قاضي التحقيق، خلينا نتكلم بس عن المشهور من اجراءات الحبس الاحتياطي. 99% من قرارات الحبس الاحتياطي تصدر من النيابه العامه. النيابه بعد ما تحقق مع المتهم بتصدر امر اما باخلاء سبيله او حبسه 4 ايام على ذمه التحقيق، على ان يراعى عرضه صباح يوم كذا كذا امام القاضي الجزئي للنظر في امر تجديد حبسه. وبكده تنتهي سلطه النيابه في امر الحبس الاحتياطي. خلاص ادت 4 ايام، بعد كده ملهاش سلطه انها تجدد تاني، ولكن لها سلطه طلب استمرار حبس المتهم. يعني وقت التجديد يوم ما المتهم يتعرض على المحكمه عشان تنظر في امر حبسه او لا، النيابه بتطلب استمرار حبسه. انا عايز المتهم يفضل محبوس لان التعيين ما خلصش وانا محتاجاه، ده دور النيابه بس. خلاص يعني المتهم يقف قدام المحكمه يطلب اخلاء سبيله او المحامي بتاعه يطلب اخلاء سبيله والنيابه بتطلب استمرار حبسه. طيب بعد قرار النيابه الاربع ايام ديت بيتم عرض المتهم على القاضي الجزئي، هو المختص باصدار امر استمرار حبسه او اخلاء سبيله. لازم يا اما في اليوم الرابع او اليوم الثالث. يبقى لازم المتهم يتعرض على المحكمه في اليوم الثالث او الرابع على حسب الاحوال. اذا كان في ممكن يكون في يوم جمعه ما ينفعش يتعرض في اليوم الخامس، فبالتالي نعرضه في اليوم الثالث. طب بيتعرض على مين؟ مين صاحب السلطه انه يجدد له؟ القاضي الجزئي. القاضي الجزئي هو اللي بينظر القضيه في مساله حبس المتهم احتياطيا او اخلاء سبيل، بس ما بيتكلمش في موضوع القضيه. يعني مش هيدي براءه ودانه، هو كل اللي بيديه يا اما استمرار حبس المتهم 15 يوم او اخلاء سبيل. طيب القاضي اللي بينظر القاضي الجزئي ده قراراته بتبقى شكلها ايه؟ اما بيدي اخلاء سبيل المتهم بضمان محل الاقامه، او اخلاء سبيل المتهم بضمان مالي يعني كفاله، او استمرار حبس المتهم 15 يوم، او استبدال التدبير الاحترازي احدى التدابير الاحترازيه الوارده في الماده 201 اجراءات جنائيه محل الحبس الاحتياطي. بدل ما الراجل يبقى محبوس احتياطيا، لا، بدل الحبس الاحتياطي بيكون في حاجه اسمها تدابير احترازيه. لو المتهم خد اخلاء سبيل بضمان محل اقامه خلاص الموضوع انتهى. لو المتهم خد 15 يوم الموضوع انتهى. طب لو المتهم خد تدابير استبدال التدابير محل الحبس الاحتياطي برضه الموضوع انتهى. طب لو المتهم خد اخلاء سبيل بكفاله، القرار بيكون كده: يخلى سبيل المتهم اذا سدد ضمانا ماليا قدره 1000 جنيه مثلا، وفي حاله عدم السداد يحبس 15 يوم احتياطيا تبدا من تاريخ انتهاء الحبس السابق. المتهم دفع الكفاله بيخرج، ما دفعش الكفاله كانه خد 15 يوم بالظبط. طب القاضي الجزئي ده بيجدد كم مره؟ وكل مره بيجدد قد ايه؟ يعني بيدي كام يوم استمرار حبس؟ القاضي الجزئي لا يملك الا انه يدي 3 مرات في 15. بعد ال 45 يوم لا يملك انه يدي ايه؟ استمرار حبس المتهم، وكل مره ما تزيدش عن 15 يوم. يعني هم كلهم على بعض 45 يوم، 15 في 15 في 15. طب بعد كده مين صاحب القرار في مد الحبس الاحتياطي؟ محكمه الجنح المستأنفة هي المختصه بنظر حبس المتهم احتياطيا او اخلاء سبيل. يبقى 4 ايام للنيابه و45 يوم للقاضي الجزئي. بعد كده المتهم بيتعرض على محكمه الجنح المستأنفة. محكمة الجنح المستأنفة هنا بتدي ايه؟ اما اخلاء سبيل المتهم بضمان محل الاقامه، او اخلاء سبيله بضمان مالي او كفاله، او استمرار حبسه، او استبدال التدابير الاحترازيه محل الحبس الاحتياطي. طيب المحكمه هنا من سلطاتها تدي كام يوم؟ محكمه الجنح المستأنفة من حقها تدي 45 يوم، يعني المره الواحده 45 يوم. والواقع العملي اثبت انها احيانا ندت 15 واحيانا ندت 30 يوم واحيانا ندت 45 يوم، وده الغالب. طيب هنتكلم عن الغالب اللي هي 45 يوم. طب بتدي كام مره محكمه الجنح المستأنفة؟ من حقها تدي 45 يوم. في 45 يوم ال 45 يوم الثالثه ما بيكملوش، ما ينفعش. هي تدي براحتها، بس ما ينفعش المتهم يقضي اكتر من 5 شهور من غير ما يتعرض على محكمه الجنايات. فلازم قبل المتهم ما يكمل 5 شهور، قبلها ان شاء الله بيوم واحد، يتعرض على محكمه الجنايات هي اللي تجدد له. يعني اللي يجدد الحبس الاحتياطي او يدي المتهم استمرار حبس الاحتياطي اكتر من 5 شهور هي محكمه الجنايات فقط. يبقى المتهم خد 4 ايام في 15 في 15 في 15 في 45 في 45 في 45 وال 45 الثالثه ما بيكملهمش، ياخد منهم 15 يوم بس تقريبا 10 ايام، وبيتعرض على محكمه الجنايات. محكمه الجنايات اللي بتدي 45 بعد كده. محكمه الجنايات بتدي 45، مفيش ما يمنع ان محكمه الجنايات تدي شهر، مفيش ما يمنع ان محكمه الجنايات تدي 15 يوم، ولكن القانون بيقول انها تدي 45 وكل مره تدي 45، ما ينفعش تدي اكتر من 45، بتدي 45 يوم بس. طب المتهم اتعرض على محكمه الجنايات برضه زي ما قلنا مع القاضي الجزئي وقاضي الجنح المستأنفة، من حقه يدي اخلاء سبيل بضمان محل اقامه، او اخلاء سبيل بضمان مالي، او استمرار حبس المتهم، او استبدال التدبير الاحترازي محل الحبس الاحتياطي، زي ما للقاضي الجزئي، زي ما لمحكمه الجنح المستأنفة، زي محكمه الجنايات. 3 من حقهم يدوا ال4 قرارات دول. طيب ايه هي اقصى مده للحبس الاحتياطي؟ يعني ايه اقصى حاجه؟ اقصى مده في الحبس الاحتياطي
3 شهور بالنسبه للجنح، 3 شهور بالنسبه للجنح، لازم يكون اتحال لمحكمه الجنح لمحاكمته قبلها، ما ينفعش يقعد اكتر من 3 شهور على جنح من غير ما يتحال لمحكمه الجنح عشان تحكم عليه اذا كان بالادانه او بالبراءه. طيب بالنسبه للجنايه، الجنايات اللي حدها الاقصى 15 سنه مشدد، الحد الاقصى بتاعها في الحبس الاحتياطي 18 شهر. طب الجنايات اللي فوق كده اللي العقوبه فيها تصل الى المؤبد او الاعدام، دي الحد الاقصى للحبس الاحتياطي فيها سنتين، وده في كافه مراحل الدعوه سواء تحقيق او محاكمه او نقض. طيب صدر تعديل لقانون الاجراءات الجنائيه، قانون 83 لسنه 2013، جعل سلطه محكمه النقض او سلطه محكمه الاعاده انها تدي حبس احتياطي دون التقيد بمده السنتين، دون التقيد بحد اقصى. كده احنا عرفنا ان النيابه ملهاش الا انها تدي 4 ايام، والقاضي الجزئي 45 يوم، قاضي الجنح المستأنفه كماله ال 150 يوم، محكمه الجنايات سنتين بحد اقصى، وبدون حد اقصى لو صدر حكم بالاعدام او المؤبد. طيب في بعض الجرائم النيابه بتاخد سلطاتها وسلطات القاضي الجزئي وسلطات محكمه الجنح المستأنفه، ال5 شهور الاولين كلهم بتجددهم النيابه، هي اللي بتدي استمرار من غير ما تعرض الامر على المحكمه. ايه الجرائم ديت؟ الجرائم اللي موجوده في الباب الاول والثاني مكرر من قانون العقوبات، القانون 94 لسنه 2015، المواد 172 و173 و174 و175 و176 و177 و179 من قانون العقوبات. قانون التجمهر، القانون 107 لسنة 2013، تظاهر، التجمهر، الإرهاب، كل دولت من حق النيابة إنها تجدد لمدة 5 شهور، واخدة سلطاتها وسلطات قاضي الجزء وسلطات قاضي الجنح المستأنفة، بس بشرط إنها تجدد في المرة الواحدة 15 يوم، ملهاش إنها تجدد 45 يوم زي محكمة الجنح المستأنفة، لا بتجدد كل مرة 15، بدل ما بتدي 4 أيام في الأول لا بتدي 15 على طول، و10 مرات كل مرة 15 يوم. بعد كده بيتعرض الأمر على محكمة الجنايات لأنها ما خدتش سلطة محكمة الجنايات. كده إحنا عرفنا المدد، مين الجهات اللي صاحبة إصدار قرار الحبس الاحتياطي او استمرار الحبس الاحتياطي، وعرفنا اقصى حد للحبس الاحتياطي ايه. يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.